العنوان صح. انا سبت مصر. انا الفتره دي من حياتي قررت ان انا انقل حياتي كلها لدبي، وده ليه كذا سبب هقولهم لكم في الفيديو النهارده. اول سبب واللي انا بعتبره السبب الاساسي، انا بعد ماما عايزه ابعد شويه عن البيت. هنا برضو فاكره، بس في البيت هناك في مصر انا فاكره وشايفه وسامعه، ويعني مش قادره اتخطى ولا ثانيه. لكن هنا الامور بتروح وتيجي، ممكن اتشغل في الشغل. لكن في مصر نفسيا في بيتنا الموضوع بالنسبه لي بقى صعب جدا. يعني ربنا ما يوري اي حد اللي انا شفته يعني، واللي انا وصلت له في حياتي في الوقت اللي فات. بس انا عارفه ان اكيد ربنا ليه حكمه. والله ان انا اصلا بقيت يعني مكسوفة أزعل. يعني ربنا بيرضيني وبيحالي كل اللي أنا عايزاه ويعملي كل اللي أنا عايزاه، بالذات بعد ماما كمان. فأنا بقيت مكسوفة أصلا إن أنا يعني أعترض. يعني مش عارفة أفهمكم إزاي، يعني هي حاجة بيني وبين ربنا شوية. فمش عارفة أفهمها لكم أو أوصلها لكم كويس، بس أنا يعني بحاول أتخطى زعلي عشان ربنا. وتاني سبب هو شغلي انا بالنسبه لي شايفه ان هنا احسن، عروض الشغل هنا احسن، الاعلانات هنا احسن، الفلوس هنا احسن. عادي جدا، انا ما بتضايقش ان الناس تعرف ان انا بحب الفلوس وعايزه فلوس وبشتغل للفلوس، يعني لو هو ده الطبيعي اصلا. بالنسبه لمجال الميديا، هنا المجال اوسع، مربوط بكل العالم، المدينة مربوطة بكل العالم. فبالنسبة للميديا واليوتيوب هنا مجال الشغل أحسن بالنسبة لي من مصر. السبب إن أنا محتاجة أتعرف على ناس جديدة في حياتي، لأن أنا حاسة إن أنا يعني خلاص اتعرفت على شوية ناس في حياتي من المدرسة والجامعة والشغل وظروف حياتي في مصر، او يعني الناس اللي قابلتهم في حياتي في مصر في الاشياء اللي انا عملتها. والموضوع اتقفل على كده، بالذات ان انا في شغل الميديا المجال يعني ضيق، انا بصار مع نفسي، مفيش حد، يعني صعب جدا ان انت تتعرف على حد. فده خلاني حاسه، وانا انسانه اجتماعيه جدا جدا، فده خلاني حاسه ان دايره علاقاتي صغرت جدا. مش علاقاتي كمان، اصحابي، يعني حاسه ان انا اصحابي ما بقوش موجودين اصلا في حياتي. وانا شايفه ان ده طبيعي، انا مش جابره اصحابي ان هم يكونوا في حياتي، ان الطبيعي ان الناس بتتغير وبتكبر وبتتشغل، ويعني عادي جدا. بس الفكره ان انا عايزه اتعرف على ناس جديده، اشوف ثقافات مختلفه، اتعرف على ناس مختلفه، بالذات ان البلد هنا في دبي يعني هتساعدكم جدا في الموضوع ده، او بالنسبه لي هتساعدني جدا في الموضوع ده. ان هنا في معظم الجنسيات اللي في العالم، في ناس في مجالي وغير مجالي. هيبقى حلو جدا ان انا هبتدي اتعرف على ناس، انا ناس مختلفه تماما عني. ورابع سبب، مش عارفه الصراحه هو بقى الرابع ولا الخامس، نسيت. ان انا لما باجي هنا بحس ان انا منتجه اكتر. يعني المرات اللي انا جيت فيها زيارات، ممكن 3 ايام او اسبوع لشغل او كده، بحس ان انا منتجه اكتر، عارفه اصور اكتر. يمكن عشان انا ببقى لوحدي في المكان، فعندي حريه ان اصور في اي وقت، امنتج في اي وقت، اصحى في اي وقت، اكل في اي وقت. لكن في بيتنا الموضوع يعني عشان في ناس تانية من حقهم برضو يعيشوا ويستريحوا ويناموا في الوقت اللي هم حابينه، فانا مش ببقى عارفه اصور كل الوقت. حتى كمان التصوير في الشارع في مصر مش سهل زي هنا براحتك، صور في اي حته، امشي صور. الناس هنا كل واحد في حاله، ملتزمين بالقوانين جدا، محدش بيضايق حد، محدش بيعاكس حد. فحتى لو انا ماشيه وماسكه الكاميرا كده مفيش مشكله. هنا انا حاسه ان انا منتجه اكتر حتى في حياتي العاديه. يعني انا هنا بصحى بدري بسهوله عن ما بصحى بدري في مصر. يعني في مصر بصحى بسهوله، يعني بصحى بدري برضو بس مش بسهوله. هنا الحياه فيها اكتيفيتي كتير، وانت شايف الناس حواليك بيصحوا الصبح يجروا. يعني انا هنا كل يوم الصبح اصحى الاقي الناس ور في الشارع، فيحمسوك اصلا. يعني اللايف ستايل بتاع الحياه نفسه يحمسك ان انت تتطور وتبقى منتج. في مصر ده كمان موجود بس مش في كل حته هتلاقوه، لكن هنا البلد معظمها بالطريقه دي، بالذات في دبي نفسها. مش عارفه بالنسبه للامارات التانية، لان انا ما رحتش ولا اماره تانية في الامارات غير دبي. بالنسبه لي انا حسيت ان انا مرتاحه في اللايف ستايل هنا، ان اللايف ستايل نفسه هنا يخليني اقدر ان انا اعمل محتوى اكتر.
وعشان كل الاسباب دي مجتمعه انا قررت ان انا انقل حياتي لدبي. بالفعل يعني انا دلوقتي يعني بظبط اموري هنا. طبعا مش كل حاجه لسه عارفه اعملها، بالذات ان ده تغيير كامل في الحياه، ده تغيير بلد وتغيير بيت، وانا هبقى مسؤوله عن كل حاجه في بيت بابايا. في حد بيروق، او في واحده بتطبخ. فانا دلوقتي اللي مسؤوله عن كل حاجه، انا اللي بعمل اكل، وقعت اكل كتير ودلقت تصوت ووقعت كل حاجه، وقعت كل حاجه ما شاء الله عليا. انا اللي مسؤوله عن الاكل، انا اللي باكل نفسي، انا اللي بغسل، انا اللي بنشر، انا اللي بلم، انا اللي بروق، انا اللي بمسح، انا اللي بكنس، انا اللي بشتري طلبات البيت كمان. فانا الحاجات دي يعني انا عمري ما طبخت في حياتي، كان عمري ما طبخت في حياتي. يعني ماما لما كانت موجوده كانت بتعمل اكل تحفه، يعني ماما شيف رهيب. ف ما كانش حد بيعمل اكل غيرها. وبعدها يعني ما حدش عرف يعمل اكل زيها، وبقى في واحده بتيجي تطبخ يعني. ف فانا دلوقتي هنا انا مسؤوله عن كل حاجه. انا بطبخ، انا بغسل، مبوظه نص الغسيل، مبوظه يعني، لا والله بس عملت اكل حلو جدا يعني، طلعت بعرف اطبخ، اكتشفت حاجات كمان. العيشه لوحدكم يعني ده اللي انا عرفته بقى، انا ما كنتش اعرفه طبعا قبل كده. العيشه لوحدكم بتخليكم تكتشفوا في نفسكم حاجات. يعني انا طلعت بعرف اطبخ، نفسي مش عظيم في الاكل، ماليش نفس في الاكل، بس بعرف عادي يعني، بمشي على الوصفه وبطبخ عادي. يعني انا طول عمري بقول ان انا فاشله في الطبخ، بس طلعت مش فاشله ولا حاجه، طلعت بعرف اطبخ. هنا في مجال جدا ان انتوا تطوروا من نفسكم وتتعلموا حاجات. العيشه لوحدكم كمان غير ان انتوا تكونوا عايشين مع حد او مع اهلكم، العيشه لوحدكم بتخليكم تعملوا كل حاجه من الالف للياء. حقيقه يعني تحيه للابهات اللي مسؤوله طول حياتها عن بيتها، وبتصرف يمين وشمال، ومدارس واكل وشرب وبيت وتحيه للامهات اللي شايله تربيه وتنظيف وغسيل مذاكره. يعني تحيه لكل اب وام، ربنا يعين كل اب وام حقيقي. يعني انا بجد يعني انا وانا شخص لوحدي وبخدم نفسي بس، او باكل نفسي بس، او بعمل حاجات لنفسي بس، والله امات بهدله، فما بالكم بقى لما حد بيكون بيعمل لنفسه ولناس تانية معاه. فحقيقي الموضوع صعب، بالذات ان كمان يعني في مصر انا بشوف ان معظم الامهات شايله المسؤوليه كلها لوحدها. لو حد مثلا الاب توفى، او مسافر بره، او انفصلوا، الست بتبقى شايله كل المسؤوليه لوحدها. يعني بتبقى واخده كل الادوار، هي الاب والام والجد والجده وكل الادوار. فتحيه لكل ام كمان يعني بتشتغل، لان الموضوع صعب جدا. ونرجع لموضوعنا، عايزه اعمل لكم يعني فيديو منفصل اكلمكم فيه عن نصايح حاجات اتعلمتها هنا. قولوا لي لو حابين تشوفوا الفيديو ده، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. هقول لكم حاجات تاخدوا بالكم منها جدا لو انتوا عايزين تنقلوا عيشتكم لدبي، وكمان هقول لكم ازاي تستثمروا في دبي وتكبروا فلوسكم، لان البلد دي حقيقي عايزين تعلوا ليفل حياتكم، البلد دي هتساعدكم جدا. انتوا لازم تشغلوا دماغكم. انا لسه يعني بقالي مثلا 10 ايام هنا او 12 يوم، فلسه ما اتعودتش على الحياه قوي. بس كمان بيتهيألي ان انا هفضل السنه دي كلها اللي هي سنه 2024 هفضل ما بين مصر ودبي، لان اهلي كلهم لسه في مصر، عايشين في مصر. انا مش عايزه يعني احسسهم ان انا بعدت عنهم فجاه، عشان هم كمان ليهم حق عليا، وعشان ما يتضايقوش او ما يزعلوش او ما يحسوش ان انا يعني كنت عايشه بس معاهم عشان خاطر ماما بس. يعني لان انا بحبهم كلهم، ومش عايزه ان هم يعني يتاثروا بقراري. هحاول ان انا اخلي الموضوع يعني يجي واحده واحده وانا قايله لهم، بس مش عايزه يعني ايه اديهم في وشهم مره واحده. وكمان عشان انا لسه كل حياتي هناك وعندي اعلانات هناك، وعندي شغل كمان هناك في مصر. حبيبتي حبيبه قلبي ام الدنيا. فالسنه دي هتلاقوني عايشه في الطياره، يعني هروح واجي كتير ان شاء الله، يعني ان ربنا قدرني. ولكن معظم الوقت هكون ان شاء الله هنا في دبي، او هحاول ان انا معظم الوقت اكون هنا في دبي. وعايزه اقول لكم ان ده يعني كان حلم من احلامي، ان انا انقل عيشتي لدبي واعيش في دبي، او اعيش عامه في بلد
الشغل فيها هو اللي طاغي والعمليه فيها هو اللي طاغيه، لان دي حاجه من طبيعتي. يعني انا طبيعتي ان انا عمليه وبحب الحركه، بحب الانتاجيه وبحب اشتغل واعمل كذا حاجه مع بعض. فالبلد هنا مساعداني الحياه جدا. ويمكن عشان انا كمان لوحدي، معيش حد خالص، معيش اولاد، معيش زوج، معيش اهل، فالموضوع بالنسبه لي اسهل. انا شفت ان ده الوقت المناسب ان انا اخد الخطوه دي في حياتي وببنيها بنفسي. يعني الحمد لله الحمد لله انا كل حاجه عملتها بنفسي، التخطيط، الفلوس، ال- البيت، كل حاجه انا فكرت فيها وعملتها لنفسي واعتمدت فيها على نفسي. فدي كمان حاجه انا فخوره بنفسي فيها، ان انا قدرت اوصل لحلمي بذاتي الحمد لله بفضل من ربنا. انتظروا بقى ان شاء الله المرحله الجايه فيديوهات كتير، لان انا هنا بصور براحتي، مع اني والله برضو متعوده، فبحاول ان انا ما اجيبش الكاميرا على الناس وكده عشان الخصوصيه كمان. يعني حتى برضو لو الناس هنا في حلقه وكل واحد في حاله والتصوير هنا عادي، بس برضو انا شايفه ان انا مش من حقي يعني ان انا ادخل في برايفسي حد، سايبه لكل واحد مساحته. يعني بحاول اصور الدنيا وهي فاضيه. هي الحقيقه ان انا عمري ما جيت هنا في الصيف، يعني من 6 ل 10 كده انا عمري ما جيت هنا اساسا. فخايفه من الجو، يعني مش عارفه الجو هيبقى شكله ايه هنا، بس احتمال اصلا ان انا اخلي الشهور دي في مصر. فهي دي الحاجه الوحيده اللي انا هنا مش يعني، مع ان انا بحب الدفا، يعني اصلا بحب الصيف، يعني الوينتر والسقعه والاحساس بتاع التكتكه ده بيضايقني، ما بحبوش. فانا ان شاء الله في الشتاء هبقى في دبي وفي الصيف هبقى في مصر، يعني على الاقل مصر جوها مش حر قوي كده. وبس كده اكون قلت لكم الخبر اللي انا بقالي فتره قاعده هنا وما قلتهولكوش. وان شاء الله بقى الفتره الجايه اعمل لكم فيديوهات كتير عن المكان هنا، وكمان فيديوهات في المجال بتاعنا واللايف ستايل. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.